فراسك بلي الفورما ديالك ما عندهاش علاقه بالونطرينمون وبلي غير كتضيع في الوقت اللي تقدر تستغلو باش ديفلوبي راسك وتنجح في حياتك. للاسف هاد الهضره كنشوفوها بزاف، سواء في دي فيديو سواء في لي كومونتير في لي بوست ديالي ولا لي بوست ديال الناس اللي كيشجعوا على الرياضه. هاد الناس كيحاولوا يسوقوا لك باللي شكل جسمك ما عندوش علاقه بالنجاح ولا بالاحكام ديال الناس. ايوا يا صديقي نشوفوا واش عندهم الصح ولا لا. دراسات كتار في علم النفس كتبين الاهميه ديال الجسد المتناسق في الجمال ديال الانسان وفي الترتيب ديالو وفي الاحكام المسبقه ديال الناس. انت ولا انت براسكم فاش كتشوفوا واحد السيد ولا واحد السيده الفورما ديالهم قاده وحوايجهم جايين معاهم، كيجوك شي حاجه واعره وغير عاديه وكيلفتوا الانتباه، وبغينا ولا كرهنا الناس كتدي على المظاهر. فإلا تقدمتي غير المقابله عمل، راه اول حاجه غيشوفوها فيك هي المظهر ديالك، واش جسمك مقاد، واش الوقفه ديالك صحيحه، واش فايق ولا ناعس غا من شكلك. وبطبيعه الحال فاش غيكون الجسد متناسق راه حوايجك غيجيو معاك واخا يكونوا رخاص، عكس لا كانت عندك النحافه ولا السمنه، واخا تشري حوايج ب20 مليون غيجيوك عاديين. اما مساله النجاح راه اغلبيه اللي كيقولوا لك باللي النجاح ما عندوش علاقه مع الرياضه عرفهم فاشلين في الرياضه. حيت الرياضه ما غاديش نقول لك هي اساس النجاح في الحياه، ولكن عامل كبير بزاف، حيت كتنقي لك عقلك قبل كل شيء وكتعلمك شي حوايج اللي ما عمرك تعلمهم الا ما درتيهاش، كتخليك اون فورم وقادر تعطيك اكثر في الخدمه ديالك، غتعاونك تحافظ على صحتك باش تعبد الله وتنجح اعظم نجاح في الدنيا والاخره. وبطبيعه الحال فاش كندويو على شخص كيخرب صحته راه عنده ذنب، واللي مهلي فيها راه عنده اجر قدام الله. وكنتحداك تجيب لي شخص واحد ناجح في حياته بصفه عامه متعارض مع الرياضه، لا لقيتيه كاع جسمه ما مقادش غتلقاه باغي يقادو. وراه الرياضه اللي كنديرو حنا اللي هي بناء الاجسام راه اسهل طريق الا درتيها بطريقه صحيحه. بطبيعه الحال على العموم الناس اللي كيطعنوا في هذا الشيء واللي كيقولوا العكس عرفهم فاشلين مثاليين، عندهم ادمان على شي حوايج خايبين، عافانا وعافاكم الله. داكشي علاش ما كيبغيوش يشوفوا الناس مهلين بصحتهم وكيديروا داكشي اللي ما قادرينش يديروه هما. فإلا كنتي كتريني حافظ على الروتين ديالك وما تديهاش في هادو، ولو تكون كتخسر حتى 10 سوايع في السيمانه على الرياضه راه ماشي خساره فيها. وباش تبان في داك المظهر الثقه والاعجاب وتبان مختلف على الناس، ركز على جوج حوايج، الفي تيبر والقوام ديالك. باش تولي عندك شكل في جسمك الفوق ركز ليا على التمارين بحال البول ابس، لات بول داون، الباربل رو، هادو كيخدموا الظهر وكيعرضوه. وركز كذلك على اللاتيرال ريزيس بالانواع ديالو، لي زالتير، الكابل، لي ماشين ولي تكنيك كاملين. ودير الكارديو وصوب ماكلتك باش تنقص من نسبه الدهون في الخصر ديالك. بالنسبه للقوام ديالك تريني مزيان اللور ديال الكتاف، وكنصحك بهاد جوج تمارين، تريني الديد ليفت بالعقل ما تبالغش، وتريني البلانك. دير هادشي لمده 60 يوم ورد عليا الخبار. نتمنى نكون افدت. ها المرتي ديال الكوتشين وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معاك يونس.